السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو ديالي في احسن الاحوال. وتنسلم على المتتبعين ديالي كاملين واحد واحد، وتنشكركم دائما. راه ما يمكنش غادي ندير شي فيديو وما غاديش نشكر فيه المتتبعين والمتتبعات ديالي والناس اللي تيدعموني، الخوت العوله الفاسيه، خويا عبدو، كاع الناس اللي تيدعموني وواقفين في جنبي. الله يخطيكم عليا والله يحفظكم وينجيكم. اليوم درت هذا الفيديو هذا غادي نهضر فيه على هاد الناس وعلى هاد النساء اللي في السن ديال الامهات ديالنا وتنشوفوهم مظلومين. غنهضر، عندي مواضيع بزاف ماشي غير موضوع واحد، ولكن غنهضر وباختصار باش ما يجيش الفيديو طويل. غادي نبدا بمي إيطو، المرأة اللي كانت زوينة وكانت غزالة وكانت محترمة وكانت فيها جميع المواصفات ديال المرأة الطيبة، ملي كانت مع المجموعة ديال راكم عارفين شكون. عمرها ما تعرضت للضرب في العرض ديالها، عمرها ما تعرضت فاش كانت معاهم للتنمر او للسب او للشتم. بالعكس، كنا تنشوفوا باللي هاد الناس واحد الفئه كبيره من المجتمع اللي كانت داعمه ميطو ماديا ومعنويا، كما كنتو تتشوفوا غير السوبر شات في اللايفات ديالها فاش كانت غاديه في الطريق الخطا وفي الطريق ديال القباحه والطريق ديال السبان والطريق ديال الكلام السفيه. كيفاش كان السوبر شات طالع لها وكيفاش كانوا الفيديوهات طالعين لها وكيفاش كانت الصوره ديال ميطو كل شيء تعيط ميطو ميطو. ودابا للاسف الشديد تنشوفوا ملي ميطو فاقت وعاقت من القلبه وبعدات على الطريق ديال الشر والطريق ديال الخبث والطريق ديال الكذوب والطريق ديال الظلم والضرب في الاعراض ديال الناس، ولات ميطو قبيحه، ولات ما يتسواش، ولات تتعرض لبزاف ديال الحوايج الخايبين. تيأديوها في راسها، تيأديوها في وليداتها، تيأديوها في بزاف ديال الحوايج كما شفنا كاملين. يعني بزاف ديال الناس قالوا شي حوايج اللي بعاد عليها وماشي فيها، يعني هانوا الوليدات ديالها، هانوا بنات عندها مزوجين، هانوا نسابها. يعني فاش تجي وتهضر على واحد المراه كبيره وتهينها، فانت تتهين وتتسيء العائله ديالها كلها، ما تتسيئش غير لها هي بوحدها، حيت هذيك ميطو راه عندها عائله من موراها، عائله خلف الكواليس اللي فيهم واحد الزوج اللي محترم من اطيب خلق الله، وتنوجه له تحيه من هذا الفيديو. واحد الوليدات ما شاء الله ونعم التربيه، اقسم بالله الا ونعم التربيه. هادشي راه ما تنقولوش وما تنحكمش عليهم من البعد، حيت انا مشيت لدار هذيك السيده شفنا وليداتها بناتها ما شاء الله من اطيب خلق الله، هي من اطيب خلق الله، مراه ونص. يعني باش تخرج دابا في هذا الوقت هذا وتكشف على الحقيقه وتعري الخابيه وتكشف المستور، فهي راها مراه ونص. خاصنا نشجعوها وخاصنا نشجعوا الكلام ديال الحق فين ما كان. بالعكس، بزاف ديال الناس تيقول لك واش دابا ميطو ولات لكم زوينه. انا تنجاوب هاد الناس هادو اللي تيقولوا واش دابا ميطو ولات زوينه. الله سبحانه وتعالى تيقبل التوبه من العبد. ميطو تتخرجت بفيديوهات وبلايفات وقالت انا كنت غاديه في الطريق الغلط. ميطو عرفت راسها باللي كانت غالطه واعترفت بالذنب ديالها، وتيقولوا من اعترف بذنبه فلا ذنب عليه. علاش ما بغيتوش تنساو الاغلاط اللي كانت تدير ميطو؟ علاش دابا جيتو وتتقولوا ميطو كانت وكانت؟ علاش ما نضموش وما نحضنوش ميطو؟ ربي سبحانه وتعالى وتيقبل التوبه، ربي وقبل التوبه. غتجيو نتوما اللي عبد، شكون نتوما اللي غادي تحاسبوا العبد؟ شكون نتوما؟ الا كان ربي تيغفر الذنوب غتجيو نتوما وغادي تحاولوا تحبطوا هذيك المراه اللي رجعت للطريق الصحيح. علاش غادي نوضوا نضربوا ميطو بولدها اللي براسو هو مازال طفل ومازال صغير في عمره 14 سنه؟
وغادي نولي نكررها. هذاك الولد اللي كنت تشوفوه في الجنب ديال مو جالس تيبان صغر من هذيك لاج ديال 14 عام، فريمون مازال دري صغير. علاش عباد الله المشاكل وجميع المصائب تتحاولوا تنشروها في اليوتيوب؟ علاش تتشهروا بهاد الوليدات ديالنا؟ انا دائما تنقولها، انا ماشي ضد الاشخاص، انا ما تيهمنيش صعصاع، ما تيهمونيش بزاف ديال الناس خايبين في هذا التواصل الاجتماعي، بزاف ديال الناس قباح، ولكن ان فوا تنوصلوا للوليدات فراهم خط احمر. حنا ما نبغيو التشهير حتى بشي وليدات صغار كيف ما بغاو يكونوا، واخا تكون الام ديالهم والاب ديالهم ما عرفت شحال عندهم ديال الاغلاط وشحال دايرين ديال الذنوب، حنا ما غاديش نربيو هادوك الناس بوليداتهم. علاش تجيو لليوتيوب وتجلسوا تشهروا بالوليدات؟ اللي دار شي ذنب راه عندنا محاكم، عندنا امن، عندنا مساطر قانونيه. علاش حنا غندخلوا لهذا اليوتيوب ونجلسوا حنا نبندوا في هاد الناس؟ علاش تناديو هاد الوليدات؟ علاش تناديوهم؟ حنا راه تناديوهم بطريقه غير مباشره، راه ما تنحسوش براسنا، وفي التالي عاد نجيو نبكيو على الولد انتحر او لا حاول ينتحر او لا البنت كذلك. حنا بغينا هاد الوليدات يبقاو بعاد على مواقع التواصل الاجتماعي ويبقاو بعاد على الحسابات ديال الكبار، حيت دابا الاغلبيه حنا تنشوفوا بلي هادشي غير تصفيات حسابات. كل مره واحد تيخرج يضرب في ولد واحد اخر اولا في بنت واحد اخر، هادشي عباد الله راه حشومه وعيب وعار. هادشي اللي وصلنا له، هادشي راه ما بقيناش حنا قادين تنشوفوه. حنا راه ولينا تنفيقوا في الصباح والله القسم الا وليت تندخل لاباج يوتيوب وتنخاف شنو غادي نشوف، شنو الفيديوهات اللي غادي نشوف، شنو غادي نسمع في هذا اليوتيوب. كل نهار خارجين تيضربوا في وليدات ديال شي واحد، كل نهار تيعايروا. وللاسف الشديد هاد الناس بعاد. حنا ما مقربين حتى من شي واحد. انا ما غيمكنليش نحكم على واحد الانسان غير من خلال الفيديوهات اللي تيحط في اليوتيوب اولا اللايفات اللي تينزل. ما غيمكنليش حيت حنا كنا فاش نجيو نحطوا فيديو اولا غنحطوا لايف راه من طبيعه الحال غنبانوا في احسن صوره وفي احسن حله. راه اي واحد باغي يدير فيديو راه غيبغي يتجمل، لا في الشخصيه ولا في الطابع ولا يعني راه هاد الفيديوهات راه ماشي هي الحياه الواقعيه لكل شخص فينا. فعلاش غادي نجي انا ونحكم على واحد الناس اللي انا ما مشيتش عندهم؟ انا فاش خرجت وهضرت على ميطو فراني مشيت لدارها وشت هذيك المراه وشت عائلتها، شتها باللي عندها راجلها وعندها وليداتها، عندها نسابها، عائله محترمه. اما باش انا ما نمشيش لدارها نهضر عليها غير من خلال الفيديوهات ديال اليوتيوب نقول المراه موسخه ولا مراه نقيه، لا ما غاديش نقدر نحكم. الا حكمت عليها غنكون غير تنظلمها. كذلك ومثال طاطا بديعه اللي كلشي في المتتبعين الاغلبيه ديال المتتبعين تيسبوها وتيعايروها. علاش تتهضري في بنات خوك؟ علاش تديري؟ علاش تفعلي؟ وحتى شي واحد فينا ما شايف الحقيقه، وحتى واحد فينا ما مقرب لهادوك الناس وشايف شنو الواقع. حتى شي واحد فينا ما جلس مع هادوك الناس. تشوفوا طاطا بديعه شحال تتبكي وحنا كنا تنعرفوا الشمته شحال تتجينا صعيبه. واحد الانسان تيشمتك تيكون تيحرشك تيعمرك وتيدفعك في وجه المدفع، وفي نهايه المطاف تتلقى باللي داك الانسان اللي كنتي تدافع عليه اكبر كذاب واكبر منافق، وكان تيمثل عليك واحد الصوره ديال البريء باش انت تجي معاه وتدافع عليه وتوقف في صفه. حنا دابا تنشوفوا هاد المجموعه هادي باللي هما اللي تيكون معاهم تيكون زوين، ان فوا الانسان تيبعد عليهم وتيكتشف الحقيقه المره ديالهم وتيخرج ويهضر عليهم ويقول المعقول ويقول الكلام ديال بصح، تيوليو يطلعوا واحد الفئه ديال المتتبعين اللي تيضربوه ويهاجموه ويسبوه. يقدر حنا ما عندنا حتى شي ذنب. بزاف ديال الناس ولينا عاد تنبانو حنا دابا عاد بنا عاد شافونا الناس
يقدر بنادم غيشوفني مع طاطا بديعه غيسبني، غيشوفني مع العوله الفاسيه غيسبني، غيشوفني مع عبدو باري غيسبني. علاش غتسبونا وعلاش غتاخذوا علينا نظره خايبه وعلاش غتعايرونا؟ حيت حنا غاديين مع هادوك الناس، وحنا هادوك الناس الا كنتو نتوما تتشوفوهم من البعيد من وراء الشاشه، حنا راه تنعيشوا معاهم الكواليس. حنا راه هادوك الناس دخلنا لديورهم، جلسنا مع وليداتهم، جلسنا مع عائلاتهم. ما يمكنش غنجيو ونقولوا فيهم الكلام المزيان ونهضروا فيهم وحنا ما عارفين عليهم والو. فاحنا بصح قنوات ديال الصدق والمصداقيه، الا هضرنا راه غنهضروا عارفين راسنا علاش تنهضروا، ولا شهدنا غنشهدوا واحد الشهاده ديال الحق. وكفايه من الضرب في هاد الامهات، هاد الامهات ديالنا ميطو ديالنا، طاطا بديعه ديالنا، راه ما يستحقوش هاد الشتم وهاد السب وهاد القذف. حنا راه ما تربيناش باش نعايروا الناس الكبار، واخا نشوفوهم خاطئين تناخذوا بيديهم ونجروهم غير بشويه من الخطا ونحاولوا ننبهوهم. وعمر الانسان ما غتسبوا ولا تعايروا فراك غتردوا لواحد الطريق اللي بغيتيها انت. الانسان الا شفتيه غلط تتحاول تنصحو بينك وبينه وبالتي هي احسن. اما باش نجيو ونبقاو نعايروا في الناس ونشتموا في الناس ونسبوا في الناس فراه عيب وحرام، راه عيب وحرام. والحرام اكثر باش شدي الذنوب ديال واحد العائله على رقبتك وتقول فيهم اللي كاينه واللي ما كايناش، راه عيب. فاش دخلت الكاميرا دايره واحد اللايف وتتهضر بواحد الحرقه ومألمه، الظلمه تعرضت للظلم، لا طاطا بديعه ولا ميطو. تنهضر انا على هاد الامهات ديالنا، دخلوا لللايفات ديالهم وتلقاوهم تيهضروا محروقين وتكتبوا لهم سيروا تصليو سيروا تعبدوا الله. راه حشومه، راه حشومه. نتوما راه ما عارفينش شنو بين وبين هادوك الناس مع الله سبحانه وتعالى. راه حتى شي واحد ما غيجي يعلمك واش تصلي ولا ما تصليش ولا تصوم ولا شنو دير. اللي بيننا وبين الله تيعلم عليه غير الله سبحانه وتعالى. تنتمنى ان شاء الله الرساله ديالي تكون وصلت. تنتمنى نستوبيو من هذا التنمر على الوليدات وهذا السب في الوليدات ديالنا وفي الاطفال ديالنا. حنا راه ضد 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 التنمر، لا على الطفل ولا على المراه ولا على الراجل ولا على اي واحد. حيت حنا ولينا دابا تنشوفوا التنمر في جميع الفيديوهات وجميع اللايفات، سواء يكون راجل سواء تكون مراه سواء دري سواء اي حاجه. الناس ولا عندهم واحد المرض انهم يدخلوا يتنمروا على الناس ويسبوا الناس. الله يهديكم جميعا والله يجازيكم بخير. الانسان ما يبقاش يحكم على الانسان من خلال فيديو او لا لايف، حيت راه حتى شي واحد ما كيعرف الحقيقه ديال هذاك الانسان. تنتمنى ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم في هذا الفيديو، وتنبغيكم بزاف بزاف. وتحياتي لجميع المتتبعين المحترمين اللي تابعين حتى هما طريق الحق وتيشجعوا الحق وتيصفقوا للحق. تنبغيكم بزاف ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اللي جديد. بيزولي لكم كاملين وتهلاو لي في راسكم.